السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا ردا على بعض المواقع الاسترزاقية من سخافة الصرف الصحي اللي أبداو، لأن هذا هو موسم التنمر على الفئات المنتخبة بجهة الداخلة وادي الذهب. وأخص بالذكر سخافي الصرف الصحي اللي دخلت الموقع ديالو وتصفحت شويه الموقع ديالو، وانا بصفتي كواحد من ولاد هذا الجهات ومهتم بالشأن المحلي وإعلامي، عندي الحق للرد لكل ما يمس جهتنا، وبصفتي عضوا في مجموعة الشباب بالمجلس الجهوي جهة الداخلة وادي الذهب، فئة الشباب، هيئة الشباب بالمجلس الجهوي جهة الداخلة وادي الذهب، متبعين الشأن المحلي ديال المجلس الجهوي. إذا هو دار واحد الشعار أن الداخلة هي جهة الفساد بامتياز. يعني عندك الصح، إذا كانت في السابق هي جهة الفساد بامتياز منين كانوا دوك السراريك اللي كان يسيروا الشأن الجهوي لمدة من الزمن فقط 40 سنة أو فقط 35 سنة منذ استرجاع جهة الداخلة وادي الذهب إلى حظيرة وطن الأم. السؤال باش ما تموا تمروا المغالطات للرأي العام. هون قلتي السؤال كان يجب عنه في هذا السؤال على القوارب المعيشية أو على الصيد البحري بصفة عامة. يعني احنا الداخلة أو جهة الداخلة والدم ما فيهاش قوارب معيشية واحدة، فيها الصيد البحري، يعني الصيد بشتى أشكاله. كان جاوبكم المجلس الجهوي جهة الداخلة والدم على ما ديروا الإجابة ديالو للمواطنين باش يسمعوها. هذا السؤال اللي أجاب عنه في دورة يوليوز، لأن ما لاحظناه هو أن بعض أقطاب المعارضة اللي منين يسولوا السؤال يسجلوا السؤال ديالهم غير ما يسجلوا الرد اللي كيردوا رئيس المجلس الجهوي أو أعضاء المجلس الجهوي بصفة عامة. على ما تردوا راه كان رد عليكم ورد على الموارد المالية اللي كان خصصها المجلس الجهوي جهة الداخلة والدم للصيد البحري. ندخلك في هذا الموضوع ونتوغل لك فيه. القوارب المعيشية الغير قانونية من الناحية القانونية، القوارب المعيشية الغير قانونية من الناحية القانونية تورطوا فيها وحدين اللي كان يبيعوا الأرقام. هي بدأت فابور وبدأوا في بيع الأرقام ودخول عناصر لا علاقة لهم بالصيد البحري فيها، مما جعل الفوضى الخلاقة بهذه الجهة اللي جعل الدولة تتدخل وتحد من هذا الفوضى. مشكور على ذلك ومشكور السيد وادي ولاية جهة الداخلة والدم على ذلك. بغيتوا تلووا ايد الدولة ما كان حد اللي ايدها، القانون راهو باين. اذا المسألة الثانية تكلم هذا خينا هذا على طرد أحد أبناء المنطقة من وظائفهم. اش كتعني بطرد أحد أبناء هذه المنطقة؟ منين بحثت في الموضوع قريت هذا السيد هذا كيدير دوبل فونكسيونير، يعني الوظيفة المزدوجة والوظيفة العمومية بالمملكة المغربية الشريفة كتمنع هذا الشكل. وزيد على ذلك كان من موظفي الإشباح بالجهة أو بمركز العمل ديالو، واللي جاوه رسائل إنذارية عديدة، ولكن هو تحدى القانون وتحدى الجهات المنتخبة. اللي يقول لك يسأل السائل علاش انت دريس تتكلم على الجهات المنتخبة. انا انتخبت هاو الناس ومن حقي ننتقدهم ومن حقي الرد على هذا سخافي الكرتون او سخافي الصدفة، ومن حقي نتكلم على ناس انتخبناهم الى حد الساعة نحن ما شفنا فيهم كون الخير. إذا المسألة ديال الوظيفة العشوائية كان تحدث عنها المغفور له قدس الله روح الحسن الثاني، قال لك الوظيفة العشوائية التي تجعل ثقبا في ميزانية الدولة. نحن كنحاربوا موظفين أشباح، وهذا اللي قام عليه المجلس الجهوي جهة الداخلة والدهب واللي صادق عليه السيد والي ولاية جهة الداخلة والدهب، مشكورين على ذلك. نثمنه ونتمنى من المجالس المنتخبة أو الهيئات الأخرى بجهة الداخلة والدهب تحدو حدوة الحد من الفوضى اللي كتكون في الوظيفة موظفين الأشباح. نبعدوا عن هذا المسألة اللي طرق عاوتاني قالك لماذا لن تتحدث عن التدبير الكارثي للجهة. التدبير الكارثي للجهة المجلس الجهوي، الله فترتي نتحاسبوا مع دوك اللي فوتوا بعد فترات متتالية.
عاد نشوفوا نتحاسبوا معاه. المجلس الجهوي او المجالس المنتخبه، وكخص بدرجه المجلس الجهوي الجهه الداخله والذهاب، لديه مراقبه من السلطات المحليه. اذا انت ما حدك تطعن في اعضاء المجلس الجهوي والجهه الداخله والذهاب، وعندك الحجج على الفساد ديالهم، وعندك الحجج على انها جهه فاسده بامتياز، هذا السبب ديالو هو انك التجأت الاعضاء ديال المجلس الجهوي او بعض اعضاء المجلس الجهوي، وكانت حجتك ضعيفه اللي حدا بهم انه يبعدوا منك. كي انت كي راضي الليلي جا الناس ديال الداخله باش يوقفوا معاه، لان كان هو موظف شبح، ومنين ما وقف مع حد لان حجته كانت ضعيفه، عاد يضرب في البلاد ديالنا، ويضرب في المملكه المغربيه الشريفه ديالنا، وفي سيدنا الله ينصرو. وهذا هو نفسه اللي كان لاحظوه فيك. بمعنى، قلت ذيك المرة يا دريس يا ولد لاراتش، يعطي راسك العافية. نعطي راسي العافية مناش؟ أنا كمواطن بجهة الداخل وهذا من حقي نتكلم، ومن حقي نرد عليك ونرد على أي كان. ما حتى أنت من حقك تتكلم على الجهات المنتخبة. أنت اللي عندك الحق، إحنا ما عندنا الحق. وتهديدك ودوك اللي رسلت لي ذيك المرة والمسائل هما معروفين عادوا، راه ما يزيدنا إلا إصرارا، وتهديدكم غير يزيد يقلقنا. اما فيما يخص انك انت واش انت اللي عندك الحق وحدك تتكلم عن الجهه، اسمح لي الله يجازيك، احنا كاملين عندنا الحق ننتقدوا، وعندنا الحق نبينوا للراي العام اذا دخلتوا بشي مسائل لتضليل الراي العام. ومن هون اي اجتماع يقوم به المجلس الجوي الداخلي والذهاب سيتم تسجيله على المباشر، واي سؤال يديروا اي كان بالاعضاء المجلس الجوي بما فيهم المعارضة سيتم إرساله للرأي العام للنظر فيه. لأن الأسئلة اللي شتهم بعض أقطاب المعارضة اللي كتمرر للرأي العام، رانا سولناهم على المقاولة المعيشة وما قالوا لنا ورادنا وفعلنا، هذو كامل رد عليهم المجلس الجهوي جهة الداخلة وادي الذهب، رد عليهم غير ما عطاوش الرد. دخلوا الموقع ديالنا وتسمعوا الرد الشفاف من المجلس الجهوي جهة الداخلة والذهب. راه أي مسألة تجو تمروها على المتابع وعلى الرأي العام، نحن غادي نعطوا الحقيقة الكاملة. في الختام، حفظ الله هذا البلد موحدا من البغاث إلى الجنوب، وراء القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس دام له النصر والتمكين. وكنشكر المجلس الجهوي جهة الداخلة والذهب كل باسمه، كل من مكانه، كل من موقعه، اللي كيخدموا واللي كيعملوا وراء السياسة الرشيدة لأمير المؤمنين دام له النصر والتمكين.